ده يو بي اس عادي وده يو بي اس مش عادي. اليو بي اس ده موجه للجيمرز وصناع المحتوى، وفي الفيديو ده جربته على بي سي وبلاي ستيشن 4 وشاشه 4K ومروحه وراوتر، وفي هديه وفاوتشر او قسيمه شراء بتحصل عليها لو قررت تشتري اليو بي اس، هقول لك عليها في اخر الفيديو. وما اقصدش بالجيمرز هنا الناس اللي عندهم كونسول وبس، فسواء عندك بي سي او بلاي ستيشن او اكس بوكس او حتى اجهزه زي الاجهزه المحموله دي، فاليو بي اس ده هيكون مناسب جدا ليك. فخلونا نتعرف اكتر على اول جيمنج يو بي اس من شركه شنايدر او من اي بي سي في مصر. شكله تصميم الجهاز عصري وشيك جدا باللون الاسود بالكامل، ولاول وهله هتحسه جهاز كونسول جديد في السوق. وزنه تقيل حوالي 12 كيلو ونص، مصمم بحيث يتحط في اي مكان، حتى على المكتب بيضيف لمسه جماليه للسيت اب بتاعك. بس انا بفضل يكون على الارض عشان اقلل من زحمه الاسلاك شويه. اديني لايك وتعالى اقول لك على اول حاجه ملفته في اليو بي اس اول ما تشغله، وهي الشاشه الدائريه دي. شاشه معموله بدرجه ميلان معينه عشان تخليك تشوف اللي عليها من اي وضعيه على مكتبك، يمين شمال فوق باي زاويه هتقدر تشوفها. فمش لازم تتعب نفسك وتنزل لمستوى معين عشان تراقب معلومات اليو بي اس، زي انه في وضع التشغيل ولا لا، بيسحب باور قد ايه، تراقب حاله البطاريه، الجهاز اللي انت موصله بيستهلك قد ايه. وشاشه هنا فيها اضاءات ار جي بي دائريه بتنور معاك ب 12 لون، تقدر تغيرهم من الزرار ده وتسنك او تعمل تزامن ما بين اضاءاتك براحتك في السيت اب بتاعك. ومش مجرد شكل جمالي بس، دي برضو بتبين لك حاله بطاريه اليو بي اس وبتنبهك لو قربت تخلص عشان تلحق تقفل اجهزتك بشكل صحيح. فكل درجه لون بتوضح لك حاله البطاريه كام في الميه، لحد 50% لون اخضر، تحت ال 50% لون اورنج او اصفر بيقل تدريجيا، لحد 10% لون احمر بيقل تدريجيا لحد ما يوصل ل 5%، فبيدي لك فلاش احمر وصفاره انذار زي اللي انت سامعه ده. وايقونه البطاريه على الشاشه بتظهر وتختفي بسرعه عشان تلحق تفصل اي جهاز انت موصله بالشكل الصحيح، او توصل اليو بي اس بالكهرباء. من ورا في اضاءات مقوسه من فوق بالمنظر ده، ومش مجرد برضو شكل وخلاص، في حاله الكهرباء قطعت بتنور لك كل اماكن الفيش والمخارج اللي في الخلف، فانت مش محتاج تحسس عشان تقدر تعرف اماكن السوكيتات وتوصل الفيشه بتاعتك، او حتى تنور بفلاش موبايلك عشان تشوف اماكن السوكيتات دي، واللي عددهم 6، 2 للفيش الثلاثيه بالشكل ده و4 للفيش الثنائيه بالشكل ده. واسفل كل سوكتين موضح دول باتري وسيرج ولا سيرج بس، اللي مكتوب عليهم باتري وسيرج دول للاجهزه اللي انت خايف عليها زي البي سي او الكونسول بتاعك، بتوصله فيها بحيث لما الكهرباء تقطع الكهرباء تتحول على طول لليو بي اس، فبالتالي الجهاز بتاعك ما يفصلش. اما اللي مكتوب عليها سيرج فقط فدي لبعض الاجهزه الخفيفه زي الراوتر او شاشه ثانيه، حاجات انت ما بتعتمدش بشكل اساسي عليها، او لما الكهرباء تقطع وقطعت عنها ما تزعلش على الحاجه اللي موجوده. انا يهمني طبعا البي سي الحق احفظ شويه الحاجات او اكمل ليفل معين في لعبه، فبالتالي السيرج هنا هو بيحمي الاجهزه من زياده التيار او لما الكهرباء تيجي بشكل اعلى من المتوقع، فبالتالي ما تضرش الجهاز بتاعك. والفيش كلها ليها نفس الحمايه. والزرار ده اسمه سيركت بريكر، وظيفته هي حمايه كل الفيش اللي في اليو بي اس عشان لو حصل اوفرلود او تحميل زياده ما يوصلش للاجهزه المتوصله بيه، وساعتها بيكون عامل زي السوسته تقدر تضغط عليه لما الدنيا تتظبط وترجع تشغل اجهزتك من جديد. من قدام في عندك 3 مخارج يو اس بي، 2 تايب A وواحده تايب سي عشان لو حبيت تشحن موبايل او اي جهاز عندك من المنافذ دي. ودي اضافه كويسه كأن اليو بي اس فيه باور بانك مدمج، بدل ما تضطر تشحن الباور بانك بتاعك، او حتى لو ما عندكش باور بانك فاكيد هيسعفك ان شاء الله لما الكهرباء تقطع. فالسؤال المهم هنا بقى عندي هو اليو بي اس ده هيقعد معايا وقت قد ايه؟ اجابه السؤال ده اكيد بتختلف على حسب قدره اليو بي اس نفسه، وعلى حسب الاجهزه اللي متوصله بيه واللي بتستهلك كهرباء قد ايه. اكيد راوتر غير مروحه غير البلاي ستيشن غير البي سي، على حسب طبعا كمان الملحقات او الهاردات اللي متوصله بيه. في حالتي هنا قدره اليو بي اس هي 1320 واط، واللي حلو هنا ان شنايدر موضحه القدره بالواط، لان في بعض الشركات بتكتب القدره بالفي اي وتسيبك انت بقى تحسبها وتوصل للواط اللي انت عاوزه من اليو بي اس ده. فانا احب جدا واحترم الشركه اللي بتجيب من الاخر وتحاول تريح الزبون. وعشان ابان كاني مستخدم عادي وما اقولش اي ارقام وخلاص، فانا هنقل لك تجربه استخدام اليو بي اس ده لاكتر من جهاز عندي في البيت، شاشه 4K بلاي ستيشن 4 وبي سي ومروحه. اولا الشاشه، لما وصلت شاشه 4K عليه وضح لي انه بيستهلك حوالي 86 واط لحد ما استقر وفاضل حوالي ساعه وربع واليو بي اس يفصل. ولما اشتغلت عليه شويه البطاريه نزلت طبعا، وشغلت فيديو فالاستهلاك فضل زي ما هو،
ولكن الوقت المتبقي قل ل 51 دقيقه، وده طبيعي لان البطاريه كل ما تستهلك منها كل ما وقت التشغيل هيقل معاك. ولما ضفت جهاز البلاي ستيشن بجانب الشاشه فالاستهلاك كان بيتراوح ما بين ال 131 واط ل 145 واط، ومديني حوالي ساعه الا ربع واليو بي اس يفصل، وده وانا لسه ما شغلتش حاجه. ولما بدات العب الاستهلاك وصل ل 158 واط، وباقي حوالي 27 دقيقه او اليو بي اس يفصل، وده يعتبر وقت كافي جدا لو كنت بتلعب لعبه والكهرباء قطعت عليك انك توصل لنقطه حفظ معينه او حتى تقفل الجهاز بتاعك بشكل سليم، لانه طبعا مش مخصص لانك تفضل تلعب لفتره طويله، انت بس تلحق تلم نفسك في الحته دي لحد ما الكهرباء ما ترجع تاني معاك من جديد. ولما وصلته بالبي سي الاساسي بتاعي واللي فيه باور سبلاي 1000 واط، ولكن طبعا الجهاز مش بيستهلك ال 1000 واط كاملين، انا جايب الباور سبلاي بزياده عشان طبعا لو حدثت في المستقبل. فانا عندي هنا الكيس مع شاشه منفصله وبعض الملحقات زي الكيبورد والماوس والسماعه واكتر من اتش دي دي واس اس دي، فاستهلاك اليو بي اس كان بيتراوح ما بين ال 145 ل 184 واط مرحله البوتنج او الاقلاع لحد ما استقر على الديسكتوب، وثبت الاستهلاك لحد 145 واط، يعني حوالي 10% من استهلاك بطاريه اليو بي اس، ودول هيخلوا الكمبيوتر يشتغل معايا حوالي ساعه الا تلت تقريبا. جربت ان افتح متصفح ايدج، الاستهلاك كان تقريبا زي ما هو لان تاب واحده بس كانت هي اللي نشطه من وسط كل التابات دي، وجربت ازود الاستهلاك شويه باني اعمل ريندر لفيديو 4K داخل برنامج البريمير، وصل معايا الاستهلاك ل 330 واط، يعني حوالي 28% من البطاريه، واداني وقت ربع ساعه تقريبا، وده وقت كافي لو بتعمل ريندر لفيديو مش طويل قوي عندك، او حتى تلحق تحفظ البروجكت وتعمل شويه تعديلات كده وتقفل الجهاز بتاعك بشكل سليم لحد ما الكهرباء تيجي وترجع تكمل البروجكت بتاعك. في حاله اللعبه عشان الضغط على المعالج وكارت الشاشه بيكون كبير جدا اغلب الاحيان، حتى هنا هتلاحظ ان المراوح نورت واشتغلت، فجربت العب لعبه باتل فيلد 5 الاستهلاك كان بيوصل تقريبا ل 500 واط، وده رقم كبير وبينزل شويه ويتغير، وده طبيعي لان استهلاك اللعبه هيتغير معايا كل شويه على حسب احداث ومشاهد واعدادات اللعبه نفسها. حته اني العب واستمتع لما الكهرباء تقطع على البي سي مش هتكون كويسه اطلاقا في الحاله دي، هي يا دوب تسعفني في اني الحق اخلص ميشن معينه او اوصل لنقطه حفظ جديده زي الحال في البلاي ستيشن، يمكن هنا اكتر لان البي سي بيستهلك قدره اكبر. والجميل في اي بي سي انهم بيكونوا موضحين على موقعهم الرسمي لليو بي اس رسم بياني متوقع لمده تشغيل الجهاز، يعني لو بتستهلك 132 واط متوقع ان الجهاز يقعد معاك حوالي 43 دقيقه، وكل ما وقت الاستهلاك زاد كل ما وقت تشغيل اليو بي اس قل زي الجراف الموضح قدامكم على الشاشه. حته مهمه جدا بقى بتهمنا كلنا عشان الحر اللي احنا فيه، فجربت اوصل المروحه الستاند الجميله دي على اليو بي اس، الاستهلاك كان بيتراوح ما بين ال 33 ل 44 واط، ومديني وقت 179 دقيقه، يعني حوالي 3 ساعات تشغيل للمروحه بس في حاله توصيلها، وده وقت كافي جدا جدا لحد ما الكهرباء ترجع تقطع من جديد. حتى لما زودت سرعتها الاستهلاك ما زادش جامد معايا ولا حاجه، والاجمل هنا انها ما طلعتش صوت زنه زي ما حصل معايا كده في اليو بي اس ده. لاحظ كده فرق الزنه في بدايه التشغيل هنا، ومع اليو بي اس اللي معانا النهارده ده الزنه هتختفي. وده اعتقد بسبب الاوتبوت بتاع اليو بي اس الجيمنج اللي بيخرج بيور ساين ويف في حاله التشغيل على البطاريه، ويمكن ده الباك الوحيد اللي فيه الميزه دي واللي ما بتكونش موجوده في اجهزه اليو بي اس الرخيصه، فالكهرباء هنا بتكون اقرب ما تكون ان هي بيور 100%. في كمان خاصيه الاي في ار او الاوتوماتيك فولتج ريجوليشن، ودي اتكلمنا عنها قبل كده، ودي باختصار شديد بتظبط الكهرباء لحالتها الطبيعيه بحيث تحافظ على اجهزتك انها لا قدر الله تبوظ او تتحرق. عشان كده لو انت ما عندكش يو بي اس الكهرباء بتقطع عندك باستمرار او عارف حتى الوقت اللي هي بتقطع عندك فيه، يفضل لما تقطع تروح تشيل فيش الاجهزه اللي انت خايف عليها، سواء كان بي سي بقى او حتى شاشه او ثلاجه او ديب فريزر، شيل الفيشه كده ولما الكهرباء تيجي وتقعد شويه ربع ساعه 10 دقائق ابدا وصل الفيشه بحيث انك تضمن بشكل كبير ان الكهرباء استقرت عندك في البيت. اما في حاله اليو بي اس اللي فيه خاصيه الاي في ار فانت مالكش دعوه بالقصه دي كلها، الكهرباء جت عاليه جت واطيه، فاليو بي اس هو المسؤول عن اعاده صياغه او عمل ريفريش للكهرباء وانه
يوصلها لك لحالتها الطبيعيه. وبخصوص اماكن الايثرنت اللي موجوده هنا، فدول عشان لو حبيت توصل اليو بي اس بالكمبيوتر وتخليه يقفله بامان لوحده لما الكهرباء تقطع من خلال سوفت وير باور شوت الخاص باي بي سي. ولو عندك جهاز ناس زي ده وحبيت توصله طبعا بالبورتات اللي موجوده ورا كده، فبتدي اشاره للجهاز ده ان يدخل لوضع السيف مود لما الكهرباء تقطع، ودي بتظبطها من خلال الاعدادات الخاصه بالجهاز اللي عندك. خد بالك ان الداتا بورت اللي ورا ده هو منفذ خاص بشركه اي بي سي، وبيكون شبه الار جي 45 اللي اغلبنا عارفها، ولكن مش هيها. طرف فيها بيكون يو اس بي بيتوصل بالكمبيوتر، والطرف الثاني هو اللي شبه الار جي 45 عشان يحصل اتصال ما بين اليو بي اس والكمبيوتر عن طريق الوصله دي. فبنصحك تقرا دايما الداتا شيت لليو بي اس بتاعك، وهسيب لك رابط تحميل برنامج باور شوت بوصف الفيديو. طيب في حاله انك اشتريت الجهاز ده، فخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا عشان تقدر توصل البطاريه. فاول حاجه لازم تعملها هو انك توصل البطاريه الموجوده جواه على حسب التعليمات الموضحه بالكرتونه. هتشيل الغطا ده بالضغط والسحب لبره كده، توصل الطرف الاحمر والطرف الاسود بكل سهوله، وهترجع الغطا مكانه طبعا. ومرفق بالكرتونه كيبل متين طوله 180 سم. الحلو فيه ان هو قابل للازاله، تقدر تفكه وتشيله او تستبدله بكل سهوله، على عكس اليو بي اس ده الكيبل كان مدمج فيه. وهتبدا تشحن البطاريه، هتقعد معاك حوالي من 14 ل 16 ساعه، وده طبعا وقت كبير جدا، ولكن ده العادي في اغلب اجهزه اليو بي اس، خاصه كمان ان البطاريه هنا كبيره. وعمر البطاريه الافتراضي هتقعد معاك قد ايه يعني ان شاء الله؟ ده بيتراوح ما بين 3 ل 5 سنين على حسب استخدام كل شخص، لان كل واحد اكيد هيستعمل اليو بي اس غير الثاني. ولو هتركن اليو بي اس فتره طويله، يفضل انك تشحنه بالكامل وتسيبه الفتره اللي انت عاوز تسيبها دي، ما تسيبوش فاضي خالص. والمميز في البطاريه انك تقدر تغيرها لوحدك، مش محتاج تاخد الجهاز كله وتطلع بيه علشان تغيرها. البطاريه بتقدر تشيلها كده زي بطاريه السكوتر او العربيه، وتروح تغيرها وتجيب بطاريه جديده لما تبوظ ان شاء الله بعد عمر طويل. تعالوا دلوقتي نشوف تجربه عمليه سريعه لطريقه تشغيل اليو بي اس والتعامل معاه بسرعه، وتوصيل بعض الاجهزه عليه زي الراوتر ده والاضاءه اللي موجوده دي. فهنا اليو بي اس مفصول، فبالتالي الراوتر مفصول والاضاءه دي مش شغاله. حتى الاضاءه دي ده الزرار بتاعها المفروض كده تشتغل، فهي لسه مش شغاله. فانا دلوقتي هتعامل كأن الكهرباء قطعت بالظبط. هشيل الفيشه بتاعه اليو بي اس كده، فبالتالي ملوش اي مصدر. حتى الاضاءه اللي هنا هتختفي دلوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا، ومن ورا خالص كده مفيش غير الفيشه بتاعه الراوتر والفيشه بتاعه الاضاءه، ودي الفيشه طبعا او الكيبل بتاع اليو بي اس انا هشيله خالص اهو، فهو مش متوصل بالكهرباء. علشان ابدا ان انا اشغله باجي بهولد على زرار الباور بالمنظر ده. طبعا سيبك من الاضاءه اللي نورت دي، بتفضل تهولد لحد ما تسمع الصوت ده وتسيب. فكده اليو بي اس اشتغل، والاضاءه اللي فوق كمان معايا اشتغلت بالمنظر ده، وده الريموت بتاعها بقدر ان انا اشغلها وافصلها منه. هتلاحظ ان بقى في صوت هنا، هو صوت المراوح بتاعه التبريد بتاعه اليو بي اس اشتغلت، فده دليل ان هو شغال دلوقتي على البطاريه بالشكل ده زي ما هو موضح اون باتري، ان هو شغال دلوقتي على البطاريه. والصوت ده شغال عشان ينبهك برضو ان هو شغال على البطاريه. لو بيزعجك بتهولد على الزرار بتاع الصوت ده كده لحد ما علامه الميوت تظهر بالشكل ده، فكده هو هيشتغل ومش هيعمل لك الصوت المزعج بتاعه. وهنا كمان الراوتر اشتغل، ومن الزرار ده كده لو دوست عليه مره واتنين هتلاحظ انه بيجيب لك الوقت المتبقي على اليو بي اس او البطاريه وتفصل. وهنا الاستهلاك طبعا هو 0 واط عشان الراوتر يدوب لسه بيبدا اهو يشتغل. وكمان الاضاءه مش شغاله، فلو انا شغلت الاضاءه دلوقتي طلعت ل 13 واط، وممكن تزيد معايا كمان زي ما احنا شايفين قدامنا. وتقدر تشوف كمان القيمه بالفولت امبير، واللود هنا 1%، استهلاك قليل جدا، ودي الكهرباء اللي داخله طبعا، وده التردد بتاعها. فالموضوع بسيط جدا جدا. عشان تقفل اليو بي اس بتفضل تهولد على زرار الباور ده، ولاحظ لما هقفل صوت المراوح هيبطل معايا كده. الاضاءه فصلت وكمان الراوتر فصل وعمل تكه كده وفصل معايا، وشعار اي بي سي ده هيطفي دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين، لانه مش متوصل بيه الكهرباء. في حاله توصيل اليو بي اس بالمنظر ده، فالشعار هنا نور، ومعنى كده ان اليو بي اس في حاله شحن للبطاريه. لو حبيت اشغله وهو متوصل بالكهرباء بهولد برده بالمنظر ده لحد ما الحاجات اللي انا موصلها تشتغل، والراوتر كمان اشتغل اهو. هتلاقي كلمه اونلاين هنا، معنى كده ان هو متوصل بالكهرباء من فيشه الحائط. وفي بدايه استخداماتك لليو بي اس، او لو انت جديد على الاجهزه دي، في الاول كده ممكن تشم ريحه اشبه بريحه الشياط بتاعه البلاستيك او الاجهزه الجديده. فدي مش شياط ولا حاجه، ما تقلقش، ده بس عشان اول مره تشغيل والجهاز بيسخن طبعا في البدايه، فالسخونيه مع البلاستيك بيطلع ريحه اشبه بريحه الشياط، لكن ده مش مقلق ولا حاجه. انا عن نفسي استعملت الجهاز لفتره، ومعايا الجهاز الثاني الحمد لله بقاله
فتره كبيره وما حصلش اي شياط ولا حاجه، هي مجرد ريحه بس كده. بس طبعا لو هي ريحه بشكل كبير قوي او مزعجه او ايا كان، دي ساعتها ارجع اتصل بخدمه العملاء واسالهم او ودلهم الجهاز، لان ممكن يكون في مشكله. لكن انا حبيت اطمنك بس عشان في ناس كتير بتشتكي في البدايه لما بتستعمل اليو بي اس. طيب بخصوص صوت اليو بي اس نفسه، لان في بعض الاجهزه بتطلع زنه وزنه كبيره، وناس بتشتكي يقول لك يا عم ده بيعمل صوت رخم قوي كده والدنيا بتكون هاديه فانا بتضايق من الصوت ده. فخليني اقول لك ان الجهاز ده صوته منعدم في حاله تشغيل كمبيوتر او حتى تشغيل تلفزيون او ايا كان، مش هيقلق خالص في موضوع الصوت. ولو حطه تحت المكتب انسى موضوع الصوت ده تماما. فمن ناحيه ان هو صوت مزعج فما تقلقش، هو مش صوت مزعج اطلاقا. كده احنا تقريبا وضحنا كل حاجه خاصه باليو بي اس. جهاز بيسعفك وقت انقطاع الكهرباء عندك، وكمان بيحافظ على اجهزتك ان هي تبوظ. ومش بس كده، ده بيسعفك كمان في انك تلعب شويه حلوين، مش حلوين قوي ايه صراحه، لان انت لما بتلعب بتحب تلعب لساعات طويله، ولكن الى حد ما تقدر تخلص المرحله اللي انت بتلعبها او ترندر الفيديو او تلحق تنجز شويه حاجات كده على الكمبيوتر بتاعك. وكمان الاهم من ده ان انت هتقفل جهازك بشكل صحيح، لان لما الكهرباء بتقطع فجاه وتيجي فجاه كل ده ممكن يضر الاجهزه بتاعتك. فاليو بي اس هو بمثابه درع حمايه للجهاز بتاعك من كل مخاطر الكهرباء الممكنه. وده سعره الرسمي في مصر لحظه تصوير الفيديو، وعليه ضمان 2 استبدال ضد عيوب الصناعه. وكمان لما تيجي تشتري فاول 10 هياخدوا السماعه دي من لوجيتك وهي ال جي 335، هياخدوها هديه لاول 10، زائد فاوتشر او قسيمه شراء بقيمه 500 جنيه. وال10 التانيين هياخدوا قسيمه شراء فقط بقيمه 1000 جنيه بدون حد ادنى للمشتريات. انت بس هتروح تقول لهم ان انت من طرف احمد الجرنوسي. وبشكر اخيرا شركه ايجيبت لابتوب ان هي وفرت لنا اليو بي اس الجميل ده. وبالمناسبه في شركه ايجيبت لابتوب هي مش متخصصه في اليو بي اس فقط، هي كمان بتبيع اجهزه الكمبيوتر واللابتوب وملحقاتها، وعندهم كذا فرع موجود في مصر. هسيب لكم الرابط بتاعهم موجود بوصف الفيديو، صفحه الفيسبوك لو حابين تشتروا حاجه منهم. واجهزه اليو بي اس خاصه من اي بي سي التابعه لشركه شنايدر موجوده عندهم من اقل حاجه لاعلى حاجه. خش واسالهم براحتك. هسيب لكم كل التفاصيل موجوده برابط وصف الفيديو على طول ان شاء الله. في النهايه بقى ما تنساش قبل ما تطلع من اللايك الجميل والشير المتين، ولو عندك اي استفسار اي اقتراح بخصوص اليو بي اس ده او اي موضوع تاني اكتبوا لنا من خلال التعليقات وان شاء الله برد عليك في اسرع وقت. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد باذن الله. كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.